السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا. جايلكم فيديو جديد وان شاء الله يكون مفيد. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تعالوا بقى يا حبايبي يلا عشاق السمك والسمك الصغير كده نعمل مع بعض شويه سمك كده حلوين هنشويهم كده في البيت، وشويه رز ابيض بقى لحبايبي المبتدئين اللي لسه بيتعلموا ازاي تطبخوا الرز الابيض بطريقه سهله وبسيطه. حبايبي انا عايزاكم بقى تكملوا معايا الفيديو للاخر. انا اللي مشافش بقى القناه لاول مره يشوف القناه يا ريت يشترك لي فيها ويحط لي لايك كده للفيديو، وشوفوا السمك وحلاوته بقى. شوي السمك كده في البيت، واحنا هنا السمك الصغير ده بنشويه كده ببطنه بحاله، ما بننضفوش ولا اي حاجه، بطريقه سهله وبسيطه وان شاء الله تعجبكم. والطريقه اللي تشوي بيها براحتكم خالص، عندك فرن هتشوي فيه، ما عندكيش صاجه كده وعلى البوتاجاز صينيه وفي قلب الفرن، زي ما انت عايزه. بس اهم حاجه التتبيله بتاعتنا سهله وبسيطه. جبت كام فص توم كده وقشرتهم وحطيتهم كده في المدقه، ولا كبه ولا فرم ولا اي حاجه. عايزاكم بس تكملوا كده معايا الفيديو بقى للاخر. انا عامله فيديو صغير خالص يعني ما يكملش يعني حوالي عن 4 دقايق كده. هو شوي السمك وطبخ شويه الرز وخلاص. يا ريت تكملوا لي بقى كده فيديو، كملوا الفيديو للاخر عشان اقدر ان انا اكمل باذن الله. حطيت بقى التوابل بتاعتنا بسيطه خالص، فلفل اسمر وكمون وكزبره، ولو في شطه حمراء وبتحط شويه شطه كده حلوين. وبس كده. انا ما كانش عندي شطه بس انا حطيت يعني فلفل اخضر كده كان عندي. الفلفل ده حامي فانا قطعته حتت صغيره كده هتشوفوه معايا، وبمسكه بقى ادقه بقى كده بالمدقه. دي طريقه زمان، يعني طريقه زمان بتاعت امهاتنا زمان، ان هم بيدقوا التوم كده في المدقه دي من غير بقى لا كبه ولا اي حاجه ولا كلام من ده، بطريقه سهله خالص وبسيطه اهو. جبت قرن الفلفل ده وقطعته حتت صغيره كده وهدقه معاه برضو. جبت برضو شويه خضره كانوا عندي. انا بنجيب الخضره بالاسبوع، بمسكها اقطعها حتت صغيره هتشوفوها معايا في العلبه برضو دلوقتي اهي. بجيبها بقطعها حتت صغيره كده واحطها في المصفى لما تنشف خالص خالص خالص، واحطها كمان على مناديل تنشف. وبعد كده بتكون ناشفه خالص من ميتها بحطها في العلبه بقى واقفل عليها واحطها في التلاجة. بتكفيني بقى طول الاسبوع. باخدها كده بتفضل خضره على شويه سمك زي دولت، على حاجه مقليه وعايزه احط تحتها اعمل كفته. كل الكلام ده بحتاج فيه طبعا الخضره، فبتبقى معايا طازه كده وحلوه. يعني بتقعد معايا مثلا اسبوع مش اكتر من كده يعني، اسبوع 10 ايام في الحدود دي وبس. عشان كده انا بجيبها كل اسبوع، وفي ناس بتجيبها وبتحطها في الفريزر، بس انا بحبها طازه كده وبستعملها على طول الاسبوع يعني. دي بقى كانت فص توم كده، كانت القشره بتاعته اتشالت فبشيلها وبس. باخد بقى الدقه ديت وباخد كل الكلام ده وبطلع بيها على السطح. بحط بقى برص بقى، بجيب السمك بتاعي احطه بقى في الرده واحطه كده على المطرحه، واحطه بقى في السمك في الفرن اقصد. الفرن طبعا انا مسحاه ومنضفاه وسبته يسخن جدا. اهم حاجه الصاجه اللي هتحطي عليها السمك بتاعك عشان ما يلزقش فيه تكون الصاجه تسخن كويس جدا، وتبقى النار عاليه عليه من فوق ومن تحت كده. عشان كده انا بحب الفرن قوي في شوي السمك عن البوتاجاز بصراحه. فانت دبري ووفري كده وشوفي لك بقى كده فرن حلو زي ده. لو مش عندك، هو منه احجام، في صغير وفي كبير، وعلى حسب المكان وعلى حسب المساحه. عندك بلكونه هتحطيه فيها، عندك قدام باب شقه هتحطيه فيها، عندك مكان حلو كده في الشقه يكون مثلا في حاجه مفتوحه هتحطي فيه. احنا حاطينه صراحه عندنا على السطح يعني. بس كده. وشويت السمك ونزلت، وطبعا التمليحه بتاعتي حطيت عليها شويه ميه، والسمك وهو سخن كده ينزل يتحط في التمليحه على طول. الرز بقى، الرز بطريقه سهله وبسيطه خالص. مش عارفه بصراحه الكاميرا غروشت ليه، بس كل اللي انا عملته انا غليت الميه. جبت شويه زيت على شويه ملح على الميه، يعني سخنت الزيت الاول حطيت عليه الميه وحطيت الملح وسبته يغلي. دي اسهل طريقه تعملوا بها الرز من غير ما يعجن منك، من غير بقى لا تشوحي الرز ولا تفلفليه ولا كل الكلام ده. هتحطي الميه، تسقطيه على طول في الميه المغليه، هيبقى مفرفر معاكي وزي الفل. ولو بات من معاكي عمره في حياته ما حبيته بتنشف ولا اي حاجه. بس اهم حاجه تغلوا له الميه حلو وتنزلي فيه على طول الرز بتاعك. وكده الرز بتاعنا ابيض اهوت ومفلفل وزي الفل. انا طبعا غرفت على قد الموجودين، طبعا في اللي في الدروس واللي في الشغل وكده، واللي موجود هياكل. غرفت بقى طبعا على قدنا، وعملت طبعا سلطه خضراء، سلطه كده مكونه من طماطم وخيار وفلفل وحاجات من بصلايه صغيره كده. والسمك بتاعنا اهو حلو احمر وحلو قوي، يعني له محروق ولا هو برضو ابيض، بيبقى لونه حلو كده. ده الفيديو بتاعي النهارده يا حبايبي. اشوفكم في فيديو جديد في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه